يلا بينا نعمل مع بعض كفتة الحيتي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. الكمية دي كلها من نص كيلو. اقولك على حاجة تضيفيها عليها هتزود لك الكمية، تنفع معاكي لوجبات اخر الشهر بما ان المرتب بيخلص على طول. يلا بينا مع بعض نشوف الطريقة ايه. هنا معايا بصلاية متوسطة او بصلتين صغننين، وقرن فلفل حامي بقى بارد زي ما تحبي. وهنا انا يعني بليت، يعني حطيت كده شوية، نقعت شوية فول صويا، نص كوباية، مش كتير، نص كوباية في مية 10 دقايق كده بتبقى الحجم ده. وبصفيه كويس جدا من المية بتاعته، بضربه مع الفلفل والبصل لحد ما ينعم خالص معايا، وهوريكي بيبقى ناعم ازاي. وهضيفه على اللحمة بتاعتي، نص كيلو من اللحمة. انا مش مزوده الفول الصويا يا جماعه. الفول الصويا لما بتشربي اللي هو اللبن فول الصويا او بتاكليه كتير جدا ده اللي غلط، انما هتعمليه مره في الشهر او حاجه مش هيعمل معاكي حاجه خالص، ما تخافيش متقلقيش جدا. يعني كميات صغيره الحاجه لما اللي هو المسموح بيه، الحاجه لما بتزيد عن حدها بتقلب ضدها، فانا استخدمها نص كوبايه، ما بعملهاش غير كل فين وفين بصراحه بالطريقه دي. هنا كده انا كنت ضفت عشان اللحمه حاساها حمرا عندي شويه، فضفت شويه من البوش. انا بجيبه بفرمه من عند الجزار، بجيبه افرمه واشيله عندي في التلاجة في الفريزر، بكيسه 200 جرام في كل كيس، باخد منه اللي انا عايزاه وبشيل الباقي. هنا كده كنت خدت شوية زي 100 جرام كده وحطيتهم، وهبتدي اقلب. حطيت التوابل بتاعتي، بهارات كفتة معلقة صغيرة وملح وفلفل، وهرجع اضربها تاني في الكبة لحد ما تنعم معايا كويس والانسجة بتاعتها كده تدخل في بعضها. هيبقى معايا الخليط ناعم وفي نفس الوقت متماسك جدا. ما تقوليش ان احنا ما صفناش ميه البصل وكده، لا، احنا حاطين فول صويا هيشرب ميه البصل، خصوصا انتي مصفيه فول الصويا حلو قوي من الميه بتاعته، فهيشرب الميه اللي هتنزل من الفلفل وميه البصل. زي ما انتم شايفين كده الخليط بقى ناعم معايا جدا، ومش هيلزق في ايدي زي هوريهولك دلوقتي هيبقى عامل ازاي. كده انا هبتدي اخلص الكميه كلها وهرجع اضربها، يعني هحطها في التلاجة زي ربع ساعة كده، وهبتدي بقى اشتغل بيها. شايفين هي كده بعد الضرب اهي، يعني هي لسه سخنة ومش بتلزق خالص في ايدي. هبتدي بقى اشكلها بعد ما تطلع معايا ربع ساعة كده، نص ساعة ترتاح بس. هقلبها تقليبة بسيطة وابتدي اشكلها معايا على سيخ كفتة او عصاية شيش طاووق. هبتدي كده احطها في صينيه. تقدري بقى في تركايه انا ما عملتهاش المره دي عشان كنت مستعجله لان السياخ اللي عندي مش كتير. ايه هي؟ ان انا يعني عندي 3 4 سياخ كفته، هحطهم هشكلهم واحطهم على الصينيه واحطهم على الرف الفرن في الرف الاوسط، واقلب فيهم كأن بشوي على شوايه فحم. طبعا عشان ما عنديش غير كمية سياخ قليلة، فانا كنت نازلة مشوار فمستعجلة بصراحة، فحطيتهم رصيتهم كلهم في الصينية واقدر ادخنهم لو انا حابة. مش شرط يبقى ما عندك مية بصل، انا جبت مية عادية. هبتدي بس ابلي بايدي بيها عشان اعرف اشكل كويس الكفتة. هي مش بتلزق بس عشان تدي الشكل المطلوب. وهبتدي ارصها في الصينية وادخلها الفرن على درجة حرارة 200. انا زعلانه منكم جدا عشان التفاعل قل جدا جدا، وانا محتاجه التفاعل بتاعكم. يا ريت كل اللي يشوف الفيديو ما يمشيش غير لما يعمل لي لايك ويسيب لي كومنت حتى لو قلب بسيط، بيفيدني جدا وبيعلي معايا التفاعل. كده هنا كنت دخلتها الفرن وبعد ما طلعت خدت لون حلو خالص، وجوسي معايا زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى كده اقدمها مع جنب طحينة وسلطة المشاوي وعيش بلدي كده، بتبقى تحفة تحفة. اتمنى ان انت تجربيها لو انت كنت وصلتي معايا لهنا. زي ما قلتلك ما تنسيش اختك في لايك وكومنت جميل. باي باي.